إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن رؤية السلالم في المنام. قبل أي حاجة كده، يعني إن شاء الله نتفق إن أي صعود في المنام علو شأن، وأي هبوط بيبقى دي تفسيرين: يا إما خروج من مشاكل، يا إما بيبقى وقوع في مشاكل، لأن بيبقى الإنسان بيبقى في مكانة عالية وبينزل، فده بيبقى إن هو بيتعرض لمشاكل في حياته. فهنتكلم الأول عن تفسير السلالم في المنام. تفسير السلالم في المنام من الرؤى اللي هي فيها مبشرات بالخير. لو حد حلم ان هو بيطلع السلم درجة درجة، فده إنسان ماشي في أموره بخطوات محسوبة، وإن هو بيحسب أموره قبل ما يتسرع في أي قرار. يعني إنسان مش متسرع، إنسان منظم، وأمور هتتيسر له بالخير. لكن لو حد حلم ان هو بيطلع السلم مرة واحدة، فده علو شأن سريع ليه، يعني امور هتجيله هتغير حاله من حال لحال احسن بسرعة كبيرة، والله اعلم واعلم. طيب لو طالب علم حلم ان هو بيطلع السلالم وهو متمكن وهو واثق من نفسه ومش بيقع او بيتعثر، فده بشرة خير ليه ان هو ان شاء الله هينجح وهيبقى في اعلى الدرجات واعلى المراتب. لكن لو طالب علم حلم ان هو بيطلع السلم وكل السلمة بيطلعها بيقع او بيطلعها بصعوبة، فده يعني يحاول ان هو يجتهد على نفسه، ان هو يذاكر شوية، يكتر من نشاطه في الدراسة، لان دوت انذار ليه ان هو في تعثر في دراسته، يعني ان هو مش بينجح بسهولة او بيعدي يا دوب. ده بيبقى انذار اللي بيطلع السلم وهو متعثر وهو طالب علم. ده بيبقى انذار ليه ان هو يحاول ان هو يذاكر شوية اكتر، يجتهد اكتر، يزود من مجهوده، لان ده بيبقى انذار ليه ان هو ممكن لا قدر الله يعني يجيب درجات قليلة او يسقط في الامتحان. ده بالنسبة لطالب العلم. لكن لو طالب علم طالع بثقة وطالع براحة وهو مبسوط على السلالم، فده بشرة خير حلوة جدا ليه لنجاحه ونجاح بتفوق. بالنسبة بقى لو سيدة متزوجة حلمت انها بتطلع السلم وطالعة وهي مرتاحة، فده بردك يعني بشرة خير حلوة ليها، ان هي في استقرار عائلي، وامورها الماديه مستقره، وامورها الزوجيه مستقره. ولو بنت لسه ما اتجوزتش وحلمت انها طلعت سلم وطالعه براحه وطالعه مبسوطه، فده بشرة خير ليها ان شاء الله يجي لها عريس ذو شأن عالي ومركز عالي، ويكون فرح ليها باذن الله. لكن بقى اللي مش حلو في السلالم لو حد نزل مرة واحدة من على السلم، يعني وقع، فده ان هو كان في شأن عالي وحصلت له مشكلة كبيرة، فيحاول ان هو ده انذار ليه، يحاول ان هو يكون بردك على قد ما يقدر ما يتسرعش في اي قرارات في الفترة اللي جاية، يحاول ان هو يفكر قبل اي حاجة يعملها، لان زي ما احنا قلنا الاحلام فيها انذار وفيها بشرة. وكل واحد بيبقى عارف ظروفه الخاصة بيه ايه. يعني في ناس مثلا بتبقى داخلة في مشروع، ما تسرعش في دخولها المشروع ده، مثلا لو حلمت حلم زي ده تحاول انها تدرسه تاني. حد هي داخل على جواز، او حد رايح مثلا يقدم في وظيفة، رايح يتجوز او كده، فحلم ان هو مثلا وقع من على سلالم، يتريث ويحاول ان هو ما يتسرعش في قراراته، ويحاول ان هو ياخد اموره بهدوء، لان الحلم برضك بيبقى له دلالة كبيرة. ويا رب كده دايما ابشركم بالخير، وما تنسونيش في اللايك والشير.